السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم. بإذن الله في الفيديو ده احنا هنقول لكم على فكرة تنزل سعر الكتاكيت 50% بإذن الله، بل أكتر من 50% لو تم تنفيذها، ويا ريت الناس كلها تعممها مع الناس، يعني اللي يسمع الفيديو أو اللي يشوفه يشيره ويبعته للناس، بحيث إن احنا نعمم الفكرة على الكل وبإذن الله من غير مقاطعة. والله تقريبا يعني سعر الكتاكيت لو ما نزلش أكتر من 50%، الفيديو موجود وبعلقوا لنا أنتم في التعليقات. الفكره كلها بتعمل ايه؟ احنا دلوقتي الكتاكيت كلها غاليه، دي كل ما تسال الجماعه بتوع الكتاكيت او شركات الكتاكيت ليه الكتاكيت اسعارها غاليه كده يا جماعه ومش عارف ايه، والشغل ومش الشغل والكلام ده، يقول لك ده احنا بندخل اهالي اضعاف مضاعفه ما بندخل المزارع، يعني بيدخلوا الفراخ للاهالي قد المزارع 10 اضعاف. فيا جماعه بتوع الاهالي بعد اذنكم، الجماعه بتوع المزارع دول ناس بتستثمر، بمعنى انا عندي مكان مأجره وعندي عماله وعندي شغل، فمضطر ان انا اشتغل، ده اكل عيشي. لازم أنا اجيب كتاكيت، لازم أنا ادخل دوره في ميعاد معين، لازم أنا اخرج، لازم أنا اعمل لي ست سبع دورات في السنه عشان مأجر بالشيء الفلاني وعندي عماله وعندي كل الكلام ده كله. فاما انت تغلي عليا كتاكيت بتاع الدواجن، مش انت يعني، الجماعه بتوع الكتاكيت يقول لك ده اصل الاهالي اللي مزح يعني داخله زحماكم وفركوا الدنيا، فده اللي مخليها مغليه الدنيا. فانت لا، انت يا بتاع البيت ممكن تربي يعني حاجات تانية غير الابيض، وهتجيب معاك نتيجه وطعمها مسكر ومش هتاثر معاك في اي حاجه ولا تاثر على انتاجك. يعني انت راجل ما انتش مأجر مكان ولا مأجر الست اللي شغاله في البيت، يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يعني يا اختك يا امك يا زوجتك، فما فيش فيها مشكله خالص. يعني انت رب، وهتربي الساسو طعمه كويس وفي منه كويس جدا وحاجه بتطلع على 55. في جميزه دي بدايل اهي، بدايل الابيض. في الجميزه بنقول لكم عليها يعني، مش عارف انا اعمل لكم ايه تاني، يعني نحن بنقول لكم على كل حاجه. يا جماعه نفكر بره الصندوق، ما ينفعش ان احنا كلنا نجري، اصل خلاص الجو الحر عدى، فده موجه بقى نجري نشتري. فالجماعه بتوع الكتاكيت من 20 و22 يوصلوا ل 42، هنعمل ايه؟ اصل ما فيش، اصل ما كانش. لا يا عم، ما فيش الكلام ده خالص. انت الكتاكيت البيض في اي وقت، حتى لو في دخلة رمضان، عشان بس يبقى الكلام واضح للكل، كل ما تلاقي الكتاكيت البيضاء غلت ما تشتريهاش، دور على الساسو، دور على الجميزه، دور على الفيوم. الفيوم طعمه كويس جدا، ممكن تذبحه على شهرين اتنين او ثلاث اشهر شمر، الديوك منه بتوصل 2 كيلو الا ربع لو انت جبت فيومي ذهبي كويس يعني. لو انت جبت اي كتاكيت كويسه، وحتى برضو الجميزه هاتها جميزه بيور، ما تجيبهاش اللي خارجه من الفيوم. جميزه البيور ما شاء الله عليه بتجيب موازين 2 كيلو 2 كيلو ونص، وحاجات كلها كويسه وطعمها مسكر. لكن انت في البيت مش محتاج استثمار، ما انتش بتربي في وقت معين وعاوز تطلع بست سبع دورات من السنه يعني. انت بتربي لبيتك ولاكلك، ويلم الاكل ما اعرفش ايه، بتتسلى، فتسلى من غير ما تضر الناس اللي بتاكل عيش. احنا عاوزين كده. انما دول بيستغلوا، يقول لك ده انا بدخل، لو ببيع 1000 مزارع ببيع على 10000 اهالي. لا يا عم، ما تبيعش 10000 اهالي، يعني مش قصه يعني. والفراخ البيضاء يعني ما بقتش مميزه قوي للدرجه دي كلنا بنجري عليه. وخلي بالكم برضه، لو احنا ما بطلنا نشتري الفراخ وسعرها نزل زي ما انا قلت 50%، زي ما قلت في الفيديو، وباذن الله هتنزل، وباذن الله انتوا هتعملوا لايك وشير للفيديو وهتشيروه في كل حته عشان الناس كلها تنفذ الكلام ده باذن الله، الكل يستفيد من الامر ده. انت ساعتها برضه تشتري الفرخه البيضاء ب 100 جنيه و 120 جنيه الكيلو، يبقى ب 60 جنيه. ليه؟ لان سعر ما ينزل 50% من سعر البتاع ده، يبقى ب 18 و 20 جنيه، واللحم بالسعر ده لا يبقى كده جميل. اول ما بعنا ب 70 او 130 جنيه يعني، فيبقى السعر بقى حنين، انت عملت فايده من ناحيتين، ساعدت ان سعر اللحم يكون رخيص وانتاج يزيد من الناس اللي هتشتغل وهتعمل، لان في كتير من المزارع عمرها ما هتدخل بالسعر ده وهتبتدي توقف شغل، فلا هتشتغل وهتبقى متشجعه انها تشتغل لان اسعارها ثمانيه. ناس استثمرت، ناس اشتغلت، فتحت بيوت ناس وناس اشتغلت، وانت في نفس الوقت ربيت في بيتك، مش قصه يعني. يعني لما تاخد دوره الساس 55 يوم 60 يوم هتزعلك يعني وتطلعها 35؟ يا عم بقى هات لك خمسه ابيض في وسطهم. الفيومي برضه هات لك خمسه ابيض في وسطهم عادي، خمسه ابيض او 10 بدل ما تروح تجيب 50 و100. الخمسه الابيض دول هيطلعوا في وسط الفيوم والساس، هتلاقيهم كبروا على 35 يوم، يذبحهم عم تذبحهم بالهنا والشفا، يكون ربنا صلح لك الحال والساس وكده. واقول لك انا حاجه، انا قلت للناس كتير، وانا عشان تبقى بس الناس واضحه، انا مهندس زراعي بس برضه بتاجر في الكتاكيت يعني، وعندي طلبيات ابيض كتير. بس انا القصه كلها ان انا بقول للناس الفكره عشان خاطر انا عممتها مع ناس، في ناس كتير استجابت والحمد لله، بقى دلوقتي بيطلبوا الفيومي. انا لسه البلدي كله اللي جبته اتباع، وفي كمان البط الابيض جميل جدا، في شهرين اتنين يتباعوا زي الفل. يعني اشتغل على الحاجات اللي الناس ايه، ابعد عن الحاجه اللي وبرضه لو الفيومي والجميزه والحاجات دي غلت والله رخص هات ابيض. انا بتكلم ان احنا عاوزين نفكر بره الصندوق، ما نزنقش الناس. الناس اللي بتشتغل في ابيض دي عندها مزارع ولازم ده استثمار ولازم أن يتم. الجماعه بتوع الكتاكيت ربنا يسامحهم يعني، او ربنا يصلح لهم الحال، او ربنا يهديهم، اي حاجه يعني، ادينا بندعي لهم اهو. رافعين الكتاكيت في السماء، ما اعرفش ليه، بس بغض النظر يعني عاوزين يعطلوا الدنيا اكتر ما عطلانه. بالاضافه كمان ان احنا الاهالي غلابه، يقول لك هاجر اجيب الابيض 35 يوم. يا عم انت مربي الساس 60 يوم مفيش مشكله، اربي الجميزه 55 يوم، إيه اللي فيه؟ اربي شويه ابيض، اربي شويه في يوم على الاقل، حتى يا راجل لو طلع منهم برابر يجيبوا لك بيض. يعني ما تزنقوش على الناس في الابيض يعني. اقول يعني يا ريت الفكره توصل للناس كلها عشان ما نطولش عليكم. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناتنا قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شير الفيديو.